السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يبارك فيك يا رب. حضرتك أنا مش عارفة، محتارة في حزب النور. يعني دلوقتي حزب النور بيؤيد التعاون مع إيران، وعارف إن إيران كويس جدا بتساعد بشار الأسد في القضاء على أهل السنة في سوريا، وبعدين دلوقتي بيختار التأسيسية للدستور واحدة اسمها مرجة عازر وحمزاوي وأبو تريكة. فأنا مش فاهمة حزب النور ده إيه؟ حاضر. مش فاهماه بجد. حاضر، سأجيبك إن شاء الله. أختنا الكريمة بتقول أنا ما أعرفش أعمل حزب النور، تعاون مع إيران، وبعدين إيران معروفة هي بتساند هذا الفاجر الغدار، هذا الفأر ابن الفأر الذي يبيد أهل السنة والجماعة من إخواننا في سوريا. رفع الله عنهم الغم والكرب ونصر إخواننا في غزة وفلسطين، آمين يا رب العالمين. ثم بعد ذلك يقول لك في الجمعية التأسيسية هذا الأمر أنا أسمعه المرة الثانية الآن أو اليوم، وقرأته في الصحف إنه اختار اللي هي عازر هذه وحمزاوي وأبو تريكة عشان نعمل الدستور. دستور يا سيادنا، إيه والله دستور يا سيادنا. دستورنا كتاب ربنا وسنة نبينا. أنا لا أدري ماذا أصاب الإسلاميين تحت قبة البرلمان، ماذا دهاهم وماذا أصابهم. سبحان الله، اختارهم الناس حبا في الدين والإسلام لا في أشخاصهم، ولذلك أقولها بملء الفيه: فليتقوا الله تبارك وتعالى. أنا ضد التحزب من أوله إلى آخره، إيه والله نعم. فينبغي أن تكون لله جل وعلا. لك أصل أنا بلعب سياسة، كل سياسة تختلف مع شرع الله ومع سنة رسول الله تحت القدم ودبر الأذن، لا قيمة لها ولا وزن. كثير من إخواننا خدعوا، كثير من إخواننا نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، إنما غرهم الكرسي فليراجعوا أنفسهم. دستورنا أما كان الأولى بهؤلاء أيا من كان الحزب الذي ينتمون إليه، أيا ما كان، يعلنوها صراحة: قرآننا دستورنا، قرآننا دستورنا. هذا هو ما ينبغي أن نكون عليه. لكن هنجيب فنان وهنجيب رقاصة عشان كل أطياف الشعب يمثلوا بقى في الدستور. دستور يا سيادنا إن شاء الله بنلعب. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. والله إن الإنسان مهموم ومكلوم ومكروب ومحزون هذا التخبط الرهيب الذي نراه. نسأل الله يا رب أن يرفع عنا وعن كافة المسلمين هذا الغم، آمين يا رب.